لو العمر اتحسب بالدقايق يبقى احنا عايشين بقالنا كتير، ولو العمر اتحسب باللي نقدر نعمله في دقايق يبقى هنعيش أكتر. 6 دقايق مع أحمد عبد الجواد. 6 دقايق مختلفين. 6 دقايق على راديو كيميت، محطة على المحطة. الوقت دايما بيتحسب بالفايدة اللي بتحصلها فيه، سواء كانت قعدة حلوة أو إحساس بالسعادة أو خروجة مع أصحابك. المهم إنك دايما تعمل حاجة مفيدة. استثمر وقتك يا أخي. ويا مرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج 6 دقايق على راديو كيميت مع أحمد عبد الجواد، ومحاولة جديدة في الاستثمار. زي ما اتعودتوا في البرنامج بتاعنا دايما بنجيب جديد، أماكن، تعريفات، معلومات وكتب وغيرها، حاجات كتير جدا. بنتعرف مع بعض على حاجات كتير، بنعيش حالة وجو مختلف. كل ده ما تنسوش بنعمله في 6 دقايق بس. النهاردة هنتكلم عن فيلم الموميا، ويلا بينا. أول حاجة لازم تعرفها عن الفيلم ده إنه من إخراج شادي عبد السلام، المخرج المصري المميز جدا في أعماله. تاني حاجة بقى لازم تعرفها إن الفيلم ده عن قصة حقيقية حصلت في الدير البحري. تالت حاجة، الفيلم خد جوائز كتير جدا وشارك في مهرجانات عالمية. النقاد قالوا عليه من ضمن أحسن 100 فيلم مصري اتعمل لحد دلوقتي. تعالوا بينا نعيش مع جو الصحراء، صوت الهواء والهدوء، ونحكي الحدوتة. الفيلم متاخد عن قصة حقيقية حصلت في أواخر القرن ال19، تحديدا سنة 1871. بيتكلم فيلم الموميا عن قبيلة بيسميها الحربات. قبيلة الحربات دي موجودة في الصعيد، عيالها ما بيشتغلوش، رجالتها أغنية جدا، عايشين على تجارة واحدة بس، تجارة من نوع مختلف، عايشين على سرقة الآثار المصرية وبيعها. بعد كده لما بيموت شيخ القبيلة بيرفض أولاده فكرة سرقة الآثار. عمهم ما بيسكتش، يقتل الأولاني، أما الأخ التاني يهرب بجلده على طول، وينجح في تبليغ بعثة الآثار عن مكان المقبرة اللي قبيلته ناوية تبيع الآثار اللي فيها. أما بقى القصة الحقيقية فأبطلها أفراد من عيلة عبد الرسول اللي اكتشفوا موميات الدير البحري. دي كانت قصة عظيمة وقتها، علشان الموميات دي ضمت أعظم ملوك مصر من أحمس الأول لحد رمسيس الثاني. الفيلم بقى من تمثيل أحمد مرعي اللي كان طالع بدور ونيس، وعبد المنعم أبو الفتوح اللي كان طالع بدور العم، وعبد العظيم عبد الحق اللي كان طالع بدور القريب، وأحمد حجازي اللي عمل الأخ، وزوزو حمدي الحكيم اللي عملت الأم، وأحمد خليل ده ابن العم الأولاني، حلمي هلالي بقى ده ابن العم الثاني، أما محمد عبد الرحمن ابن العم الثالث، وأحمد عنان البدوي بيك، محمد خيري أحمد كمال، والممثل الانجليزي جابي كراز اللي عمل دور ماسبيرو، وكان في شفيق نور الدين اللي عمل ايوب، ومحمد نبيه اللي عمل دور مراد. تعالوا نقف عند محمد نبيه ده شويه. محمد نبيه ده في الاساس مونتير، بعد كده مثل، كان مشروع ممثل كوميدي يعني، بس ما نفعش الموضوع معاه ففشل. عمل ادوار كتيره جدا، منها دور مراد في فيلم الموميا، واشتغل في الاخراج، عمل اكتر من فيلم، منهم فيلم هتموت على نفسك من الضحك اول ما اقوله لك، فيلم اصعب جواز. بعد كده الراجل ده راح للاخراج التلفزيوني وحقق حلمه، بس مش انه يبقى ممثل، لا، انه يبقى مخرج شاطر، وعمل عدد كبير من المسلسلات الناجحه زي عيله الاستاذ شرش. نكمل بقى بقيه الناس عندنا في الفيلم. عندنا محمد مرشد اللي عمل الغريب من الوادي، وناديه لطفي اللي عملت زينه وكانت ضيفه شرف. فريق العمل ما كانش اي فريق عمل، دي قصه تانية، اسامي تتهز ليها السينما لحد دلوقتي. الفيلم مبدئيا اخراج وقصه وسيناريو وديكور وملابس للعظيم شادي عبد السلام، والإنتاج والتوزيع كان للمؤسسة المصرية العامة للسينما، المونتاج كان لكمال أبو العلا، ومدير التصوير كان عبد العزيز فهمي. انتوا بقى عارفين ان الفيلم ليه اسمين، الموميا ويوم تحصى السنون، والفيلم اصلا كتبه شادي عبد السلام باللغة الانجليزية، واللي ترجم الحوار بتاعه الكاتب علاء الدين. ومن قلة الاهتمام بالفيلم النسخة بتاعته باظت، خدوه ايطاليا ورمموه، واتعرض في مهرجان فينيسيا على اعتباره فيلم عالمي. بكده انتوا عرفتوا تقريبا كل المعلومات اللي محتاجينها علشان تشوفوا فيلم مختلف وحالة تانية من السينما اللي بحقه حقيقي. وبكده نكون اتفرجنا على فيلم الموميا في 6 دقايق. لو مهتم تتفرج على فيلم الموميا زور صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعه. كان معاكم أحمد عبد الجواد من برنامج 6 دقايق. أشوفكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج 6 دقايق على راديو كيميت، محطة على المحطة. كنتم مع 6 دقايق مع أحمد عبد الجواد على راديو كيميت، محطة على المحطة. راديو كيميت، راديو كيميت، محطة على المحطة. راديو كيميت، محطة على المحطة، محطة على المحطة.